شاكرين يا رجاله نجيبكم في الافراح. الخال رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. من فاضي طلب الظلم من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخالع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده. الله، خدونا في الفرح الليله عيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني. كرامه، انت لسه خرصه؟ امال في الساعه ده ابو جمعه، انت لسانك سابقك على طول كده. تضحكي لغات. تعالى يا كرامه. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها ياما تعبر. مراته يا حاجه، سيبها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبده ساحت على الصاج. والسمنه اتحرقت ياما، واللحمه استوت، وطالبه اكاي. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. منور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شو ها؟ قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو. لا اله الا الله. لا مؤاخذة. وماله ما يضرش. خميس، تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت باصص لي من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان، هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قل؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب. قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب. عشان الناس تعيش لازم ناس تموت.
يعني نفضل عايشين كلنا؟ وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى فيه مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليهم يحطوا لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. لو حابب تتعرف أعرفك. براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع! اثبت! وانا بقى حالف مخرج من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت! متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تأمرني يا فندينا. اقتلني اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم، اول خميس ملوش جمعه. لا تحب تسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا. انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده؟ يلا ليه؟ هو المده بتاع عيال؟ المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي يناولها الشرف ده. وانا ليا دم عندك وهاخده يا فندينا. هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت! ما تثبت يا. اثبت يا. افتح بقك يا. ابوك ياد عارف انك هنا؟ ما ظنيش انه بالغباوه دي ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت! اثبت يا. اخلص. عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه المالت بيضون راقد لافندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يقوم يروح له في حجر المالت. ده كلب افندينا وقطط بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوع في كباريه الملط وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا اله الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل يا حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها
راح فين على الصبح كده يا براء؟ ما تجيش في ايه؟ خليك في حالك. ما هو ده حالي. هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقول لك ايه؟ حل عن نفوخي والصبح وقولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوه اكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعي تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليله. بس انت بتيجي كل ليله تترمي تحت رجلي وما بعبركش. ما هو ده تمامك. ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجاله وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب وحياة امك اللي عرفت مقامك صح. حرام. بس وانت نزلي تحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حق ما يتاخدش بقعدة نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوة تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوة دي لازمها دماغ شغالة عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها محدش عنده فرحة السلام. أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا مش عايز دوشة. أبات بره أبات جوه دي حاجة تبع المزاج والكيف ماشي. مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها أمي؟ في صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي الساجل يعملها؟ يمكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأوض. خال
زوز ومطي خليكم في ظهري. يلا وراك. في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من على الطول يا فندم. انتوا واقفين تتفرجوا؟ ورا! ورا! ايه يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هذبحها. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه اللي في ايدك دي. يا ابني كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حاجه. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي. ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. واكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا 2 ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مكانك. قوم قوم يا اخويا قوم. تعالى يا خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز. شويش يا مطني، ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في نصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابن وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا؟ ايه الغباوه دي يا زوز؟ نطي. ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقولوا؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشاه بالله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ الله يرضى عليك يا عم الشيخ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله
الله العظيم. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حافظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة، أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم، يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر. صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة، أفندينا، برنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم اصله غدر. دي ما تساويش دي يا أبو سنة. الموت اهون يا نوح. ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنه. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات. كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته وقعدت تعصر فيه عشان يقر. الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدت تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ما يبقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورد سنه هيقع. عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعه اللي راحت. واذا كانت الخساره على قد الفلوس ما يهمنيش، انما الخساره اللي لا يمكن اسكت عليها ابدا هي خساره الرجاله. ربنا يديم علينا نعمه اللمه بتاعتنا. نقرا فاتحه على المرحوم. امين آمين آمين. فاتحه عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس انا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا ابو سن. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الطار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليل يا خميس. تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك. تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة عمال تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس. دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي. من وانت صغير وانا مراقبك. عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانة تمنها الموت.
في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت. انا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. يا باشا بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، هخليك كبير السوق. لا يا بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس. انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشنقه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ يا معلم انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا واطمن هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك، ماشي؟ مستنيك انت والرجاله. السلامه يا معلمه. على النعمه من نعمه رب، انت اللي معلمه يا معلمه. قدرت تضربك السوق في ثانيه الا ربع. ما انت عارفني يا براءه، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجه الطازه قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براءه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيلة ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وابو سنه هيلعبوا في نفوخه جامد. بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنه ونطاطي ونستنى زي كل مره يا حاج. خسارة يا براءة، يا 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. ازيك يا عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي شنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي.
وحشتني قوي يا ابويا. خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. همة يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص في الكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هوا ممكن يطيرهم. عناية حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشون البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ ايوه امال ايه؟ دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعطل في حاجه؟ الله. ايوه امال ايه؟ زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعه. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم وقام عامل كده، البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك يالا. يا فندينا دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. امال يعني مثلا بطني. نعم. لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، امر يا فندينا. هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق، وهتحط لي صاجه تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانية انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني هحط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيريني انتوا جوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت وهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلي، يلا عشان نازل الكراتين. تعال. واوعى تحكها. ناولني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناول. يلا همة يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو، يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعاين البضاعة عشان تمضي لنا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة. أمر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرات دي بقى غير كل مرة. اطمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطن يخسف. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة.
اعتبره حصل. عايز كده، ده مش خساره فيك. تسلم يا سيدي المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجه يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، ملناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم قلبك يا خال. البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. والله على الله. الله رزق. يا جماعه يا رب. انزلوا. معسل ده بتاعنا، ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامكم اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس أفندينا. اثبت! مين اللي بعتك يا؟ مين اللي بعتك يا؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس أفندينا يا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا، اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستع حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا رب أشكرك. كرامة، هاتي لي مية ياخد الدواء. شرابية. تأمريني يا حاج. هاتي لي مية اتوضى علشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك، سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاكي تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق، هيهج. أنا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا اختي؟ من قلة النسوان؟ اخس. الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطه صفرا. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قول ان شاء الله.
يا نوح، انا خميس افندينا يا نوح. الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله هليل. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا، اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. امرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز، قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاج بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجه، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. ودي مرسالك. يلا 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 يا معلم. بالله على السلامة. ايه مالك مخضوضة كده ليه؟ ابدا يا باشا، اصل انا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل الباشا الكبير خدت رجلي وجيت جري، وفي ديك الساعه انا ما اقابل الباشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجة اللي في الشنطة دي، شوية هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سألك، ولو ما حدش سألك هتيجي برضه تقولي لي مين سألك ومين ما سألكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هاجي اقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونة؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشوات والحاجات دي يعني. من غير لت وعجل. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا، ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطقها. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي، وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براءة النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمرني معاليك. مع السلامة. شلبي، ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده افضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندين على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ضلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست، ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، هي الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما اظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟
ويهمني انك تيجي وتشرفنا يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحريه تعمل اللي انت عايزه. هاي يا عمروتي. ها حبيبتي فريده بنتي، خميس افندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفله بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا لما دخلت المدرسه كنت الاول على الفالس. انت عارف الفالس ده بتحزموا له بايه؟ هو بتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليلة ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قلة ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان نمحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عيش يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامة اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد الساعه دي ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. ما عاش اللي زعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو، انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس يا باشا. بس كده ده بس. اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك ضاوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه؟ اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا، ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خد يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معاه. ده عين العقل يا ابن بطني، وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ منور يا خال. يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج، جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك.
في كل سكة مصيبة، وفي كل حتة كارثة، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك ايه يا حاج؟ في ايه؟ ايه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، المصلحة اللي عالضيقة اللي اشتغلتني بيها. مصلحة ايه دي؟ انا مش فاهم حاجة. انت واد زبالة، واد غبي وأهطل، وما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليتني حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فدي حصلت يا كلب. خير يا شفاعة؟ زيارة من معلم النور وأمان. ماشي. اتفضل يا معلم. اتفضل. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبه؟ ده راجل من كبارات تجار الكار، وله ناسه ورجالته وعزوته. يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجه، مش بضاعه وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعه وانت في السجن، والسيطره ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعه يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. زوز. أمر فندينا. خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي وخليهم يريحوا ايديهم شوية من السلاح. وجب يا فندينا. يلا يا رجالة. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حاضر. يلا يا رجالة. يلا يا رجالة. اهو. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا وجايين نردهوله. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن.
قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه. دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقليه بابنك ولا ايه ياما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل. وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا ياما، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكله عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها. واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى ياما. بزيادتك انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها ان مش لازم الضربه تصير، كفايه قوي انها تدوش. منها الحكومه تنتبه له وتحل عن سمانا احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخط برجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياض ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا اجيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قلت ب7 ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي امنا عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ ومش مهم وصلني ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني،
اهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني، وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحدف افندينا بره الملعب في غمضة عين. بس ده ما كانش قولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف وبتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت